كلام كتير النهارده، وماتش الاهلي امبارح، ماتش الزمالك النهارده، وماتش الاهلي الاسبوع الجاي. هكلمك فيهم كلهم النهارده، لكن خلينا بس نبتدي بالزمالك، اللي يمكن انا قلت في الانترو ان جماهير نادي الزمالك يعني ما عندهاش حاجه تقول ان انا زعلان عليها، لان كان عندها توقع في ان ده ممكن يحصل، سواء في ماتش زي ده او الماتش اللي بعده او الماتش اللي بعديه. هيحصل ان الامور مش مستقره. يعني حضرتك كنت متوقع النهارده الزمالك يتغلب؟ صراحة طبعا. اه طبعا كنت متوقع بعد الأداء قدام بروكسي. لازم ترمي الفوطة. اترمت يعني يا كابتن؟ أيوه اترمت خالص؟ خلاص. جابوا ظرافها زي ما بيقولوا يعني. صراحة يعني، ومنهم لله اللي تسببوا في الكلام ده، واللي تسببوا في ضياع نادي الزمالك اللي هو واخد دوري سنتين ورا بعض، وتيجي لغاية شهر واحد هو ماشي أول مع النادي الأهلي بفارق الأهداف. فاكر؟ صحيح. ماتش أسوان، هو ربك ما بيسيبش، لأن في حاجات كتيرة اتعملت غلط، وكان في افتراء، ولاعيبة ما ترجعش، ولاعيبة تمشي، ولاعيبة لازم نسيبها، ويجيبوا لعيبه مش قماشه نادي الزمالك خالص، ومدرب عقيم، كان عقيم، ويمكن من السنه اللي فاتت وانا كنت بقول لك الكلام ده وانتم ما كنتوش مصدقين، وهو اللي خلص على النادي. والنهارده عمالين يطلعوا تصريح له يقول لك ايه، هو يعني هو بيقول لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على، ما انت اللي خربت نادي الزمالك. انت ما انا خايف على نادي الزمالك. قال لك انا مش خايف على نفسي قد ما خايف على مستقبل نادي الزمالك. ما انت اللي ضيعت المستقبل. هو يهمه ايه يعني الراجل اللي مدرب كلام محترف بقى، كلام خلص ومشي. وهم بقى بتوع السوشيال ميديا بيجيبوا بقى يعني الراجل ايه، كان سايبها وردي، كان سايبها متصدر، كان سايبها موصلك افريقيا واول دوري، ومش خسران لا كاس لوسيل ولا كاس السوبر المصري ولا كاس مصر قدام بيراميدز ولا موقفه في الدوري. ده ضيعك افريقيا قدامه ورا. يعني افريقيا طلعك منها ومش هتخشها السنه الجايه بالمنظر ده، مش هتخشها. واخد بالك؟ فطبعا واللي ساعد على كده المشرف اللي هو جاب الصفقات دي، اللي كنا بندافع ونقول لا مش هو امير. لا مش هو، لا ده الراجل اختياراته، وطلع كل الكلام ده اونطه، وكل طلع الكلام ده كده. لا ده اختياراته هو، وكان فارض على الراجل، والله اعلم ايه الاتفاق حصل عشان ان هو يوافق الراجل على الصفقات دي. لان الصفقات ما تلعبش مركز شباب اصلا. يعني واحد جاي من بيراميدز، 2 جايين لك من بيراميدز مكلفينك اكتر من 130 140 مليون جنيه، وهم ما بيلعبوش في بيراميدز. طب هات الراجل اللي اسمه توريه، هات رمضان صبحي، هات عبد الله السعيد، هات الكارتي. ما كنتش موافق على عبد الله، بس انت بتقول عبد الله افضل يعني في الحاله اللي فيها نادي الزمالك دي محتاجه. يعني انت محتاج واحد يعمل لك ربط بين الحته بتاعت نص الملعب واللي قدام. لا في ربط لا في قدام ولا في نص الملعب. في الحقيقه وانا بتفرج على الزمالك كابتن تحس ان مفيش اي حاجه، مفيش، في افتراء يعني. ده بص، ده نتيجه الافتراء. طب المدير الفني شايفه مظلوم يعني يا كابتن؟ مظلوم مين؟ ده النهارده عمل تأليفه. بعد النهارده ده لازم يمشي، يساقوا العقد ويمشي. كل اللي بتقوله ده، ما هو يجي في الاخر هتقول حتى لو مين جه مش هيعرف يا حبيبي ماشي، يتعامل بس مع الموقف. الف ب كوره، لاعب كل واحد في مكانه.